الملعب الرياضي العملاق للدار البيضاء المتوقع انطلاق الأشغال به في أقرب الآجال، خاصة بعد ترشح المغرب وانضمامه للملف الإسباني البرتغالي المشترك لتنظيم كأس العالم، حيث باتت الفرصة مناسبة والحاجة ملحة لإنشاء هذا الصرح الأكبر في المغرب وفي إفريقيا بطاقة استيعابية قد تتجاوز 100,000 مشاهد. ولا زالت الدراسات جارية حول مكان تهيئة هذا الملعب بين بوسكورة وسيدي مومن أو نواحي مدينة بن سليمان، وما يرافق ذلك من مرافق أخرى ووسائل ومواصلات ضرورية، خاصة أن الملعب موجه بالأساس لجماهير البيضاء، ويستحسن أن يظل قريبا ما أمكن إلى العاصمة الاقتصادية، خاصة بعد الانتظار الطويل من جماهير الغارمين التي تفتقد التصوير بالدرون للتيفوهات والإبداعات، وذلك لأن الملعب الجديد سيكون مغطى بالكامل بخلاف ذو نور، وعليه فالتصوير سيقتصر على مقاطع من داخل الملعب لا من خارجه كما كان يحصل في المناسبات الكبيرة.